5 أطفال اختفوا، لو تعرف أي حاجة بلغنا. في حاجة حصلت غريبة جدا في ليلة كريسماس، بيت بيولع والأطفال اللي جوه اللي كانوا في البيت بعد ما النار هديت اختفوا، مش لاقيين ولا أي أثر ليهم ولا جثة ولا أي حاجة. وساعتها الأب والأم ما صدقوش إن عيالهم اتخطفوا. وأنا هنا مش بحكي لك عن قصة فيلم، دي قصة حصلت حقيقي. صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ونروح لأمريكا، ولاية اسمها ويست فيرجينيا، في سنة 1945، يعني من حوالي 80 سنة. بس وقتها كانت التكنولوجيا مش أحسن حاجة، بمعنى مفيش إنترنت ولا في كاميرات مراقبة زي اللي حاصل دلوقتي. ودي كانت قضية من أغرب قواضي التاريخ الأمريكي، لدرجة إن الأهالي بيقولوا إن الحكومة نفسها هي اللي متورطة في القضية دي. عيلة سودر، وده كان الأب من أصول إيطالية، والأم اسمها جيني، وكانت مخلفة 10 أطفال. العيلة كانت كبيرة جدا لدرجة كانوا واخدين بيت بدورين. سودر كان راجل مجتهد، ووقتها هاجر من إيطاليا وهو طفل صغير، واشتغل في حاجات كتير جدا لحد ما فتح شركة نقل كبيرة وابتدى يكسب كويس. بس كان عنده مشكلة في رئيس دولة إيطاليا اللي هو موسوليني. العيلة كانت عايشة حياة طبيعية جدا لحد ما جت ليلة كريسماس 1945، وساعتها كانت الساعة 1 بالليل يوم 25 ديسمبر. البيت وقتها كان كله نايم ما عدا الأم كانت صاحية، وسمعت صوت حاجة خبطت على السطح. وقتها قالت عادي ممكن يكون فرع شجرة ولا أي حاجة، محطتش في بالها. وبعد نص ساعة وفجأة بدأت تشم ريحة دخان. وقتها الأم قامت وراحت تشوف في إيه، ولقت السقف مولع، وراحت مصحية جوزها وجريوا علشان يصحوا عيالهم. بس المشكلة كان في 5 منهم نايمين في الدور اللي فوق، وكانت بدأت النار توصل لهم. والأب ساعتها حاول يطلع لهم أو يطلعهم بس معرفش. وهم كان عندهم عربيتين، والأب ساعتها راح يدور أي عربية منهم، والاتنين كانوا عطلانين. وهو أصلا كان عايز العربية علشان يعرف يجيب سلم ويطلع لهم من بره. بس وقتها فضل يحاول محاولات تانية لحد ما طلع لهم، وكان طلع من فوق الشباك وكسر الإزاز. ووقتها اتصاب وصرخ بصوت عالي، ولا أي حد حس بيه من الأطفال اللي كانت فوق. وراح الأب خرج تاني بسرعة، لأن البيت كان ساعتها ولع بالكامل في أقل من 45 دقيقة. وساعتها المطافي كانت جت، بس طبعا بعد ما كان البيت ولع. والكارثة اللي حصلت ملقوش ولا طفل بعد ما النار هديت من ال5 أطفال اللي كانوا في الدور التاني. وكانوا ساعتها بيدوروا على الجثث وملقوش ولا جثة، أكن الأطفال ما كانوش موجودين أصلا. يعني إيه الكلام ده؟ هما لو كانوا في البيت اكيد كنا هنلاقي عظم او رماد او اي حاجه تدل انهم كانوا موجودين، لكن ما كانش فيه اي حاجه من الكلام ده. واللي اكد الكلام ده الفحص الجنائي، ما لقاش ولا اي اثر ليهم انهم كانوا في البيت. بس حصل حاجه غريبه، قبل الحريق بيوم واحد جالهم البيت وقال لهم انا بشتغل في شركه الكهرباء، ولاحظت ان السلوك عندكم ممكن تسبب حريقه. بس لما فحصوا البيت بعد الحريقه ما كانش ده السبب برضه. واللي خلاهم يشكوا في الراجل ده ان هو كان عايز شغل من ابوهم. وساعتها سودر قال له مفيش شغل عندي. وساعتها الراجل اللي بيقول ان هو تبع شركة الكهرباء بيقول له البيت بتاعك هيولع. وفي حاجة تانية كمان كانت غريبة، الاطفال ساعتها شافوا عربيات بتحوم حوالين البيت بس قبل الحريقة بكام يوم. وكل الكلام ده اتسجل في محاضر البوليس. وساعتها كان رد الشرطة عيالكم ماتوا في الحريق. والأب والأم يقولوا لهم لأ احنا عيالنا اتخطفوا، واحنا متأكدين لأن ساعتها التليفون اشتغل أثناء الحريق. واتسجل وقتها مكالمة غريبة جدا الساعة 12:30، واللي كان على التليفون واحدة عمالة تضحك. وبيقولوا لهم كمان في واحدة من بناتنا كانت شايفة نور الأوضة اللي فوق مولع لحد آخر لحظة، ولا كان في أي صريخ ولا أي حاجة تدل إنهم في خطر. والأب كمان بيقول لهم أن العربيتين بتوعي كانوا شغالين تمام وما كانش في أي حاجة عطلانة. ليه برضو وقتها العربيتين عطلوا؟ لأن وقتها راح كشف على العربيات ولقى حد كان لاعب في الموتور. وكان كمان في حد بيقول إن هو شاف العيال في عربية
عصبية غريبة بعدها بكام يوم، ومن ساعتها الأب والأم فضلوا يدوروا على عيالهم وبعتوا رسائل كتير للFBI وعملوا إعلان في الجرايد ونزلوا آلاف المنشورات في أمريكا كلها. وفي سنة 1968 حصلت مفاجأة، جالهم صورة شاب من البريد ومكتوب وراها لويس سودر بحبكم اخوكم، وده كان اسم طفل من 5 الأطفال اللي اختفوا. وكان الأب والأم بيقولوا الصورة كانت غريبة جدا، لكن هي نفس ملامح طفلهم والمفروض نفس السن المتوقع بعد ما كبر الفترة دي، لكن مفيش أي دليل من اللي بعتها. وفي سنة 1969 أبو الأطفال سودر مات، وكان لسه قبل ما يموت عمال برضه يدور عليه. وبعدها بحوالي 20 سنة الأم كمان ماتت، ولحد الفترة الكبيرة دي ما كانش فيه أي حاجة تانية ظهرت عن ال5 أطفال. وكان في يافطة على البيت طول الفترة دي مكتوب عليها 5 أطفال اختفوا، لو تعرف أي حاجة بلغنا. ولحد النهاردة معرفوش يثبتوا إن الأطفال ماتوا ولا اتخطفوا ولا هم فين أصلا. يعني تخيل معايا عيلة كبيرة اتخطف منهم 5 أطفال، والكلام ده كانت سنة كام؟ 1945. محدش كان يعرف عنهم أي حاجة، ولحد دلوقتي نفس الكلام. طب أنا ليه بأكد عليك النقطة دي دلوقتي؟ علشان أقول لك إن الجرايم ما كانش ليها حقبة زمنية معينة ولا وقت معين. الجرايم بتحصل من زمان جدا، وده بسبب إننا في عالم مش مفهوم. ما تنسوش تعملوا شير ولايك وسبسكرايب، ولو في حاجة غريبة عايزين نتكلم عنها اكتبوها لي في الكومنتات. هستناكوا الفيديو الجاي. سلام.